أهلا بيكم سنة 6 ابتدائي، ومعانا النهاردة الدرس الثاني في الوحدة الثانية بعنوان العوامل المؤثرة في مناخ وطننا العربي. يعني إيه؟ يعني النهاردة هنتكلم على المناخ، وقال إن دول الوطن العربي درجات الحرارة فيها مختلفة، وبرضه كميات الأمطار مختلفة. طب عايزين نعرف بقى إيه هنا السبب اللي بيخلي درجات الحرارة في الوطن العربي بتختلف، وبرضه بيخلي كمية الأمطار بتختلف. طيب أول حاجة هناخدها مع بعض النهاردة العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي. يعني ايه هي الاسباب اللي بتخلي المناخ في الوطن العربي يختلف من دولة للتانية؟ قال لي العوامل ديت 3 عوامل. الحاجة الأولانية الموقع الفلكي للوطن العربي، والحاجة التانية القرب أو البعد عن المسطحات المائية، والحاجة التالتة مظاهر السطح. يبقى في عوامل بتأثر في مناخ الوطن العربي، العوامل ديت 3. أول حاجة فيهم الموقع الفلكي، وتاني حاجة القرب أو البعد عن المسطحات المائية، والحاجة التالتة إيه؟ قال لي مظاهر السطح. هناخدهم واحدة واحدة ونعرف كل واحدة بالتفاصيل ازاي بتأثر في المناخ. أول حاجة الموقع الفلكي للوطن العربي. قال لي إن موقع الوطن العربي الفلكي من خط طول 60 شرقا لخط طول 17 غربا، ومن دايرة 2 جنوبا لدايرة 37 ونص شمالا. طبعا خطوط الطول مش هتفيدني في حاجة، احنا عايزين أهم حاجة دوائر العرض. الوطن العربي من كام لكام؟ قال لي من دايرة 2 جنوبا لغاية دايرة 37 ونص شمالا. طيب أدى ذلك إلى إيه بقى؟ يعني وجودنا في الموقع الفلكي ده، يعني وجود الوطن العربي ما بين دايرة 2 لغاية دايرة 37 ونص شمالا، النتيجة هنا إيه؟ قال لي يسود المناخ الحار معظم أجزاء الوطن العربي. يعني معظم الوطن العربي كده هيكون مناخ حار. طيب بينما المناخ المعتدل هيكون في الأجزاء الإيه؟ الشمالية. يبقى المناخ في جنوب الوطن العربي هيكون كله حار، لأن احنا هنكون قريبين من خط الاستواء اللي هي عند درجة صفر. طيب وباقي الوطن العربي؟ قال لي الباقي الوطن العربي برضه هيكون حار، ما عدا المناطق اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في شمال الوطن العربي. يبقى كده درجات الحراره مرتفعه في المناطق الجنوبيه، وتنخفض كلما اتجهنا في شمال الوطن العربي. طيب تتجه كل ما بنتجه شمال الوطن العربي، يعني كل ما بنبعد عن دائره الاستواء اللي حاره دهيت، بيبدا المناخ يعتدل مره تانيه. تمام، يبقى الموقع الفلكي الوطن العربي من دايره 2 لدايره 37 ونص، وده خلى معظم المناخ في الوطن العربي حار، ما عدا الأجزاء الشمالية بتكون معتدلة. يعني ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب، وتنخفض درجات الحرارة كلما اتجهنا إيه؟ شمالا. يبقى ده أول حاجة عندنا بتأثر في المناخ اللي هو الموقع الفلكي. طيب تاني حاجة معانا إيه؟ القرب أو البعد عن المسطحات المائية. قال لي إن توزيعة اليابس والماء بتأثر على مناخ الوطن العربي. إزاي يعني؟ قال لي الوطن العربي بيمتد دلوقتي في قارتين، قارة أفريقيا وقارة آسيا، وبيقترب من قارة تالتة كمان اللي هي قارة إيه؟ أوروبا. يبقى امتداد الوطن العربي في قارتين أفريقيا وآسيا واقترابه من قارة أوروبا بيعرضوا لحاجتين مهمين. بيعرضوا لإيه يعني؟ قال لي في فصل الشتاء بيتعرض لهبوب رياح شديدة البرودة، جاية منين؟ جاية من أوروبا ومن آسيا. تمام. طب وفي فصل الصيف قال لي بيتعرض لرياح حارة جاية من جنوب آسيا. طيب دلوقتي وجود الوطن العربي في قارتين افريقيا واسيا واقترابه من قاره اوروبا ده بيؤدي الى حاجتين. بيؤدي الى ايه؟ قال لي بيؤدي الى في الشتاء هبوب رياح شديدة البرودة، جاية منين؟ جاية من أوروبا وجاية من آسيا. طب في الصيف قال لي هبوب رياح حارة، جاية منين؟ جاية من جنوب آسيا. تمام. طيب نيجي بقى للمناطق الساحلية. المناطق الإيه؟ الساحلية، يعني المناطق اللي بتطل على المسطحات المائية. درجة حرارتها، الجو بتاعها والمناخ بتاعها بيتميز بإيه؟ قال لي تتميز بيه أنها أكثر اعتدالا من المناطق الداخلية. يبقى المناطق اللي على البحر درجة حرارتها بتكون أفضل من المناطق اللي إيه؟ الداخلية البعيدة عن البحر. طب السبب هنا إيه؟ لما يجي يقول لي بما تفسر المناطق الساحلية أكثر اعتدالا من المناطق الداخلية، السبب هنا إيه؟ قال لي لأن المسطحات المائية
تلطف من درجة الحرارة، ده رقم واحد. طب اتنين، تقلل المدى الحراري اليومي والسنوي. طيب رقم ثلاثة، تزيد من فرص سقوط الأمطار. يبقى لو أنا قاعد قريب من المسطحات المائية، قال لي المناطق عندي أو الجو عندي بيكون معتدل. طب بيكون معتدل ليه؟ لأن المسطحات المائية بتلطف من درجة الحرارة، يعني بتخلي درجة الحرارة كويسة، وتقلل من المدى الحراري اليومي والسنوي. يعني إيه ديت؟ يعني درجة الحرارة في النهار قريبة من درجة حرارة الليل، ودرجة الحرارة في الصيف بتبقى قريبة من درجة حرارة الشتاء. يعني اعتدال في اليوم الواحد في درجات الحرارة، واعتدال برضه في درجات الحرارة ما بين الصيف وما بين الشتاء. ده بسبب قربك من المسطحات المائية. طيب وايه كمان؟ قال لي بتزيد من فرص سقوط الامطار. كل ما بتبقى على الساحل كل ما المطر ينزل بشكل اكبر. طبعا لو انت في منطقة داخلية الموضوع بيبقى عكس تماما. طيب زي مدينتي كده، قال لي زي مدينة الاسكندرية، وديت موجودة طبعا في مصر. طيب ماشي. قال لي طيب هل المسطحات المائية بقى بتأثر في الوطن العربي كله؟ بتأثر في مناخ الوطن العربي كله؟ قال لي لا، يقل تأثير المسطحات المائية على مناخ الوطن العربي. طيب لو جه سؤال قال لي بما تفسر يقل تأثير المسطحات المائية على مناخ الوطن العربي، ليه هنا المسطحات المائية ما بتأثرش كتير في مناخ الوطن العربي؟ هقول له عشان خاطر حاجتين. اول حاجه ضيق مساحه المسطحات المائيه، ان المسطحات المائيه اللي بيطل عليها الوطن العربي ضيقه، مش كبيره واسعه، ما هياش محيطات مثلا كبيره. الوطن العربي بيطل في معظمه على بحار. طيب ماشي. وايه كمان؟ قال لي عدم توغل تاثير المسطحات المائيه الى الداخل، يعني تاثير المسطحات المائيه ما بيخشش داخل اراضي الوطن العربي. طب ليه؟ قال لي بسبب وجود الصحاري ومرتفعات قريبة من السواحل مثل جبال البحر الأحمر. يعني تأثيرات البحر ما بتخشش داخل أراضي الوطن العربي بسبب حاجتين: وجود صحاري، يعني عشان في صحراء كتير، وفي نفس الوقت وجود مرتفعات قريبة من السواحل زي جبال البحر الأحمر اللي بتمنع طبعا تأثيرات البحر الأحمر في مناخ الوطن العربي. الجبال حوالين البحر، فأي تأثير من البحر الأحمر يجي يخش الوطن العربي ما يعرفش. ليه؟ لأن الجبال بتكون واقفة له، بتمنعه ان هو يأثر في مناخ الوطن العربي. تمام. قال لي برضو خد بالك في نقطة مهمة، ان مناخ الوطن العربي يتأثر بالتيارات البحرية. طب يعني ايه التيارات البحرية ديت؟ قال لي يعني حركة مياه البحار والمحيطات بتأثر في مناخ الوطن العربي. ازاي يعني؟ قال لي بيبقى في عندي تيارات بحريه دفيئه. تيارات بحريه ايه؟ دفيئه. دي بتعمل ايه يعني التيارات ديت؟ قال لي بترفع درجه حراره السواحل التي تمر بها، ودي بتجيلنا في فصل الشتاء، فبتخلي الجو دافي ومعتدل في فصل الشتاء. يبقى التيارات البحرية الدفيئة بترفع درجة الحرارة بتاعة السواحل اللي تمر بها. طيب وبعد كده عندنا ايه؟ عندنا في الصيف بيجي لنا التيارات البحرية الباردة، تعمل على خفض درجة حرارة السواحل. التيارات البحرية الايه؟ الباردة بتعمل على ايه؟ تعمل على خفض درجات حرارة السواحل التي تمر بها، ودي بتيجي في الصيف. عشان كده بتنزل الصيف في البحر بتلاقي المية باردة، المية بتبقى جميلة، على الرغم ان الجو بيكون حر في المناطق كتيرة، الا ان المناطق الساحلية بيكون الجو فيها بارد وجميل. قال لي طبعا بسبب تأثير التيارات البحرية الايه؟ الباردة. ده بالنسبة للمناطق الساحلية الموجودة على البحر. طب المناطق بقى اللي مش موجودة على البحر، اللي هي المناطق الداخلية القارية، بيبقى لها اسمين: المناطق الداخلية أو المناطق القارية. طب معناها إيه؟ اللي هي المناطق البعيدة عن المسطحات المائية. طب المناطق البعيدة عن المسطحات المائية درجة حرارتها عاملة إيه؟ قال لي بتتميز بإيه يعني؟ قال لي تتميز بارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف وانخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء. يعني في الصيف الجو فيها بيكون حر، وفي الشتاء بيكون الجو فيها برد. تمام. زي مدينتي كده، قال لي زي مدينة الرياض في السعودية. مدينة الرياض في السعودية قال لي دي منطقة داخلية بعيدة عن المسطحات الايه؟ المائية. يبقى كده خدنا حاجتين: الموقع الفلكي والقرب او البعد عن المسطحات المائية وتأثيرهم في مناخ الوطن العربي. طيب نيجي الرقم 3. قال لي مظاهر السطح. مظاهر السطح بتأثر في مناخ الوطن العربي. ازاي؟ قال لي مظاهر السطح زي الجبال مثلا بتأثر في درجة الحرارة وبتأثر في الأمطار. طب أنا عايز أعرف إزاي الجبال بتأثر في درجة الحرارة، الارتفاع إزاي بيأثر في درجة الحرارة؟ قال لي تؤثر
تؤثر المرتفعات على درجة الحرارة. ازاي؟ قال لي كلما ارتفعنا 150 متر فوق مستوى سطح البحر انخفضت درجة الحرارة درجة واحدة. يعني كل ما بنطلع فوق سطح البحر 150 متر درجة الحرارة بتقل درجة واحدة. كل ما نطلع 150 تقل درجة الحرارة درجة واحدة. عشان كده ايه بقى؟ قال لي عشان كده بنلاحظ ان جبال لبنان تعلوها او يعلو قممها الثلوج. فلما يجي سؤال يقول لي بما تفسر يعلو قمم جبال لبنان الثلوج، هقول له بسبب الارتفاع، لانه كلما ارتفعنا 150 متر فوق مستوى سطح البحر تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة. حاجة كده شبه القانون، كل ما بطلع فوق درجة الحرارة بتبدأ ان هي ايه؟ ان هي تقل. طيب هل برضو المرتفعات بتأثر على الامطار؟ قال لي ايوه، تؤثر المرتفعات على كمية المطر. المرتفعات بتأثر على كمية المطر ازاي؟ قال لي لان هنا تسقط الأمطار بغزارة على منحدرات الجبال المواجهة للرياح المحملة ببخار الماء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو في رياح محمل ببخار الماء، خلاص الرياح ده فاضل له شويه ويبقى مطر خلاص، فاول ما بيصطدم بالجبال بيرتفع لاعلى ويتكثف بخار الماء ويسقط المطر. طب بيسقط المطر على انهي ناحيه من الجبل؟ الناحيه اللي كانت مواجهه للرياح ولا الناحيه التانيه؟ قال لي لا، بيسقط على الناحيه المواجهه للرياح. طيب والمنطقه التانيه؟ قال لي المنطقه التانيه بيسقط فيها قليل من المطر او ينعدم فيها سقوط المطر وبتسمى بمنطقة ظل المطر. يبقى تاني، يبقى المرتفعات بتأثر على كمية المطر؟ ايوه طبعا. طب بتأثر ازاي؟ قال لي تسقط الامطار بغزارة على المرتفعات الجبال المواجهة للرياح المحملة ببخار الماء. طب والمناطق التانية، الجهة التانية الداخلية للمرتفعات؟ قال لي بتقل فيها كمية الامطار او تنعدم وتسمى بمنطقة ظل المطر. تمام. طب الاسئلة تجيلي ازاي على الجزئية دي؟ تعالى كده نشوف. اول سؤال معانا بيقول اكمل. رقم واحد، تمر دائرة الاستواء في نقط بالوطن العربي. دائرة الاستواء بتمر فين في الوطن العربي؟ طبعا بتمر في جنوب الوطن العربي. طيب رقم اتنين، تسقط الامطار بغزارة على منحدرات الجبال المواجهة للرياح. الرياح ديت محمله بايه؟ الرياح ديت بتكون محمله بيه بخار الماء، فبتسقط الامطار طبعا. تمام. طيب نكمل بقى الدرس بتاعنا ونيجي لايه بقى؟ نيجي لمناخ الوطن العربي. قال لي مناخ الوطن العربي يختلف باختلاف فصول السنه. طب ازاي يعني المناخ بيختلف باختلاف فصول السنه؟ قال لي تعالى نشوف كده المناخ في فصل الصيف عامل ايه وفي فصل الشتاء عامل ايه. قال لي في فصل الصيف بيكون مناخ الوطن العربي شديد الحراره. مناخ الوطن العربي بيكون ايه؟ شديد الحراره. ليه؟ قال لي بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان، ومدار السرطان ده بيمر في الوطن الايه؟ بيمر في الوطن العربي. يبقى في فصل الصيف في الوطن العربي بيكون الجو عامل ايه؟ قال لي شديد الحراره. طب والشمس بتكون متعامده على ايه؟ متعامده على مدار السرطان. طيب وايه النتيجه هنا بقى؟ ما هي النتيجه؟ قال لي النتيجه هنا رقم واحد، ارتفاع درجات الحراره بشكل عام في الوطن العربي. يبقى الشمس لما تتعامد على مدار السرطان بترتفع درجة الحرارة بشكل عام في الوطن العربي. طيب بيبقى في مطر؟ قال لي لا. رقم اتنين، الجفاف. رقم اتنين ايه؟ الجفاف. بيبقى في جفاف في الوطن العربي، يعني ما بيسقطش امطار خالص خالص خالص. قال لي لا، فيما عدا بقى مرتفعات اليمن ومرتفعات عسير ومعظم الصومال وجنوب موريتانيا. الاربع مناطق ده اللي هم مرتفعات اليمن ومرتفعات عسير ومعظم الصومال وجنوب موريتانيا. الاربع اماكن ده بتسقط عليهم امطار موسميه صيفيه. بتسقط عليهم ايه؟ امطار موسميه صيفيه. يعني المطر اللي بيسقط عليهم بيكون مطر في فصل الصيف. قال لا، في اماكن بتمطر في فصل الصيف. ايوه، زي مرتفعات اليمن قلنا ومرتفعات عسير ومعظم الصومال وجنوب ايه؟ موريتانيا. طب في فصل الشتاء؟ قال لي في فصل الشتاء بيكون مناخ الوطن العربي معتدل. طيب معتدل ليه؟ هي الشمس بتكون متعامده فين؟ قال لي بتتعامد الشمس على مدار الجدي، وده المدار ده بيكون في جنوب الكره الارضيه، يعني بعيد خالص 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 عن الوطن العربي. عشان كده ايه بقى؟ قال لي رقم واحد، تكون الحراره معتدله في معظم الوطن العربي. درجه الحراره بتكون معتدله في معظم اجزاء الوطن الايه؟ العربي، ما عدا ايه بقى؟ قال لي ما عدا الاجزاء
المرتفعة، الأجزاء الجبلية الإيه؟ المرتفعة. طب دي بيكون مالها؟ قال لي بتكون شديدة البرودة. المناطق المرتفعة بتكون إيه؟ شديدة البرودة. يبقى في الشتاء قال لي درجة الحرارة بتكون معتدلة في معظم الوطن العربي. طيب ما عدا المناطق الإيه؟ الجبلية. طب المناطق الجبلية بيكون مالها؟ بتكون شديدة البرودة. طيب ده رقم واحد. طب رقم اتنين إيه؟ يكون الشتاء ممطر، خاصة في المناطق المطلة على البحر الايه المتوسط. الشتاء عندنا بيكون في مطر، خاصة المناطق اللي بتكون حوالين البحر الايه البحر المتوسط. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف العلاقة بين المناخ والأنشطة البشرية. قال إن المناخ ده بيأثر على الحياة الإنسانية وبيأثر على الأنشطة البشرية، يعني الشغل بتاع الإنسان زي الزراعة والصناعة والصيد، وكمان بيأثر على الطيران. طب إزاي بقى؟ قال لي تعالى كده نشوف إزاي المناخ بيأثر على الطيران. قال لي رقم واحد بيأثر على اختيار مواقع المطارات. المطار اللي الطيارة بتكون فيه ما بنختاروش عشوائي، ما بنختارش المكان عشوائي، لا لازما المكان ده يكون فيه ايه مراعي للظروف المناخية، ما يكونش فيه ضباب ولا عواصف رعدية او سحب منخفضة. المكان ده يكون فيه المناخ معتدل، المناخ يكون حلو، لا يكون فيه ضباب ولا عواصف رعدية او سحب ايه منخفضة. طيب ايه كمان؟ قال لي ان المناخ كمان بيأثر على ايه؟ تخطيط المطارات وتحديد مسارات الخطوط الجوية. يعني ايه؟ قال لي لما بنيجي نخطط المطار احنا اخترنا مكانه، ايوه، طب لما بنيجي نخططه ونرسمه على الارض ونعمل الممرات الارضيه بتاعه الطيارات، الطرق بتاعه الطيارات يعني، قال لي بنقسمها على اساس اتجاهات الرياح السائده. بنقسمها على اساس ايه؟ اتجاهات الرياح السائده، بحيث الطائره تستطيع الطيران سواء الاقلاع او الهبوط مع اتجاه الرياح. يعني الطياره وهي بتطير تطلع لفوق تبقى مع اتجاه الرياح، ولما تيجي تهبط بتهبط في مكان تاني برضه مع اتجاه الايه مع اتجاه الرياح، مش عكس اتجاه الرياح. طيب ماشي. قال لي برضه المناخ بيأثر في اختيار الطيار نفسه. لازما الطيار دوت يكون عنده القدرة على تفسير الظواهر الجوية، ويعرف برضه اتجاه الرياح واحتمال سقوط الثلوج واحتمال سقوط الامطار. لازما الطيار يكون عنده القدرة ديت. طيب قال لي برضه خد بالك ان المناخ بيأثر على الرحلات الجوية. ازاي يعني؟ قال لي ممكن من خلال المناخ يتم تأجيل الرحلات الجوية او حتى الغاء الرحلات الايه الجوية. تمام. طيب تعالوا بقى نعرف تأثير التغير المناخي على الوطن العربي. هو التغير المناخي يعني التغيرات المناخية ديت هتأثر علينا ولا مش هتأثر علينا؟ قال لي طبعا هتأثر علينا. طيب ايه هو تأثير التغير المناخي على الوطن العربي؟ قال لي رقم واحد من المتوقع، رقم واحد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.2 ل1.9 سنة 2050. يعني سنة 2050 درجات الحرارة هتزيد تقريبا من 1.2 ل1.9 درجة، وطبعا دي كده يبقى درجة الحرارة هتكون عالية جدا. طيب ايه كمان؟ قال لي هتأثر فيه او من المتوقع ان هي كمان تؤدي اليه تناقص كمية الامطار، ان كمية المية برضو وكمية المطر اللي بيسقط في الوطن العربي من المتوقع ان هو كمان هيقل. طيب ورقم ثلاثة ايه؟ قال لي من المتوقع ظهور مشكلات عديدة في الوطن العربي. طب زي ايه؟ زي الجفاف والتصحر، ودولت هيأثروا على الامن المائي والامن الغذائي، هيأثروا على كمية المية في الوطن العربي، وهيأثروا برضو على كمية الاكل اللي في الوطن الايه العربي. عشان كده الدول العربية اتجهت للتوقيع على اتفاقيات دولية وبتستضيف مؤتمرات عالمية خاصة بالتغير المناخي واثره على على الوطن العربي. عشان كده بقى الدول العربية زي مثلا مصر قامت بإنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر، عشان طبعا نتلافى التغير المناخي ده ونحاول نمنع التغير المناخي اللي هيأثر علينا. يبقى اتجهت مصر إلى إنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر. طيب والسعودية اللي اتجهت إلى زيادة التشجير وبناء المدن الخضراء، هتزود عدد الأشجار وتزود المدن اللي فيها زراعة كتير. تمام. تعالوا بقى نشوف الأسئلة على الجزئية دي. السؤال اللي معانا بيقول صح ولا غلط تتشابه درجات الحرارة بين دول الوطن العربي؟ هل درجات الحرارة في دول الوطن العربي متشابهة؟ طبعا غلط.
درجات الحرارة بتختلف من مكان لمكان على حسب 3 حاجات قلناهم. طيب رقم 2، يؤدي سوء الأحوال الجوية إلى إلغاء الرحلات الجوية. أيوة طبعا، لما الرحلات الجوية بتلاقي إن الجو مش حلو ومش مناسب، الطيارة ما بتطلعش من مكانها. أيوة، يبقى 2 برضو صح. طيب، ما النتيجة المترتبة على تعامد الشمس على مدار السرطان صيفا؟ إيه اللي يحصل لما الشمس بتتعامد على مدار السرطان في فصل الصيف؟ قال لي هنا بيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل عام في الوطن العربي وحدوث الجفاف. وحدوث إيه؟ الجفاف. قلنا في ما عدا 4 مناطق: مرتفعات اليمن ومرتفعات عسير ومعظم الصومال وجنوب موريتانيا. وبكده خلص درسنا النهارده. تحياتي ليكم مستر محمد رجب.